السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين معاكم كل حلقة بنستهل الحلقة بآيات من كتاب الله. مكملين في سورة النساء، النهارده هنبدأ من الآية 8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دي كانت الآيات اللي معانا النهارده في سورة النساء. هنتكلم النهارده بخصوص ايه؟ حلقة جديدة النهارده عشان الدنيا ما تجريش بينا. لو عندي ضرس مسوس يا دكتور، تسوس عادي وتسوس مش كبير، يعني واخد مثلا نص الضرس، الافضل ان انا احشيه ولا اجله احسن؟ اقول لك الافضل على كل الاحوال احشيه. هتقول لي ليه؟ مكلف وانا مش فاضي دلوقتي وشايفه ملوش لازمه لما يوجعني. ليه تستنى لما يوجعك ويقلب عصب وتضطر تعمل طربوش على السنه؟ ما هو لو في الاول حشو عادي انت هتنضفه وتحشيه عشان تحافظ على السلم، تحافظ على السنه او الضرس. يعني عايز اقول لك مش لازم يكون المنبه ليك على انك تعمل السنه هو الالم، انك تقول فعلا مش قادر تاكل ولا قادر تطلع ولا قادر تتكلم وتروح الشغل ولا حاجه. لا، حاول دايما الحق الموضوع في الاول. يعني بتعجبني الناس اللي بتكون فاهمه الثقافه دي والفكره دي، اول ما الضرس يبدا يسوس يبدا يروح. في ناس بتبقى فاهمه الكلام ده، في ناس لما بتبقى مجربه ضرس ضرسين تعبوها عملتهم عصب قبل كده، خلاص الضرس الثالث والرابع بدا يسوسوا، تروح للدكتور فورا تقول له الحقوا يا دكتور قبل ما يقلبوا عصب. عارف بس يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب، نفس الكلام. فكل ما تروح بدري يكون احسن لك. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.